إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معه سخنة عايز يهدى شوية عشان الواحد يعرف يقطعه. بصوا انا قطعت حتة بس كده، اديت للقطة نصها عشان الريحة هتتجنن. بصوا دقتها بصراحة تحفة. لا والله بجد تحفة تحفة. بس انا قلت ابصر رمان مديله طعم كمان مزاج كده جميل يعني خطير. استحسن تقطعيه وهو هادي. يلا باي. السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا النهارده بقى قلت اعمل ايه ريسبت مدخل للحاج كده، حاجه كده للعشاء الغدا حلو قوي يعني. معايا نص كيلو بانيه قطعته، ده نص كيلو بانيه قطعته انا خلاص كده. هضربه بقى في الكبه يعني هنعمه خالص خلاص كده اهو. وما تقليش على الكبه عشان ايه، الكبه بالليل بتبقى ضعيفه شويه، حبه حبه وبعدين ايه نعمله ماشي. اول حاجه ما يحلى الكلام الا بذكر الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه الف صلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين. اللهم احفظنا واحمينا واحمي بلادنا يا رب العالمين. اللهم انت اللهم هقول ايه، بس الواحد زعلان قوي لما بيتفرج على الحال بتاع الاخوه الفلسطينيين، والله العظيم بعيط. مش عارفه الواحد مش عارف يعمل معاهم اي حاجه ومش عارف يساعدهم. صعب قوي الواحد بيشوف طفل يعني يتيم او ام يعني تشوف حد ميت قدام. صعب قوي يا جماعه بجد، الواحد اعصابه تعبت والله. ربنا يكون في عونهم يا رب وينصرهم يا رب، يا رب انصرهم يا رب، يا رب انصرهم. ما علينا، بسم الله توكلنا على الله. طبعا متنسوش الشيري واللايك الضعيف قوي طبعا ده مش امر، ده طبعا بمزاجكم يعني، وانا بعمل بس كده يعني وخلاص. قلت لكم معايا نص كيلو بانيه قطعته حطيته، بصوا الباقي اهو، وهضربه لغايه ما ينعم خالص جدا جدا جدا. بس نعمناها بقى خالص كده يا جماعه. نحط لها بقى التوابل بتاعتها. توابل ايه؟ ملح، نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه وبهارات فراخ، مشويات اللي هي بتاعه المشويات دي، بهارات مشويات، الابيض دوت نص معلقه بيكنج باودر ومعلقه كبيره من بودر الثوم. احط كله على بعضه. هنحط 3/4 كوبايه نشا بنمسكها عشان بقى يخليها ماسكه. هنجيب بقى نص كوبايه ميه ساقعه تلج، نحطها نص كوبايه ميه ساقعه تلج. خلاص نضرب بقى حبه حبه عشان البتاع بتاعتها صغنن، نضرب حبه حبه. بص بقى انا حطيت ورق الومنيوم تحت، وده ورق استرتش، ما عندكيش استرتش اي بتاع تلاجه افرضي. اوكي ناخد بقى نص الخلطه عشان طبعا دي صغيره، عشان ايه كده اهو ورق الاسترتش كده. نقسميها بقى على 2 كده. اوكي بس كده بس. منها بعد الاول كده بالرولة، زي رولة كده كده كويس جدا، نيها كويس زي ايه اسطوانية كده، بقى اسطوانية يا جماعة. اوبا ايوه كده حلوة قوي. نربطها طبعا، نحاول نربطها عشان ما تطلعش من الدم ولا حاجة كده. هعمل الثانية بنفس الطريقة، مش هصورها لكم بقى عشان ايه. انا حاطة حلة على النار بتغلي مية، نصها مية نصها بس، ونسيبها بقى بتاع ايه ساعة ونص لغاية ما تستوي. هوريكم بقى بنختبرها ازاي، بس هوريكم واحنا بنحطها في الحلة يعني. معلش انا عارفة ان انتوا ايه اكيد مش سامعيني من الدوشة اللي برا.
معلش انا صوتي وحش شويه واطي شويه. عماله اشد بس اقفل، عايزه اربطها بونبونايه كده، ايدي ضعيفه ولا تترعش اصلا من الواحد. الله يعيننا في الحر ده كده. يابا. طب اقفل بس لغايه ما اقفلها واوريها لكم. ربطتها كويس قوي. بصوا لازم تربطيها كويس قوي، خدي بالك عشان ما تطلعش حاجه من الجنب خالص. لف عليها بقى اللي ايه البتاع كده، لف جامد يعني القلم ده. لفها كمان مرة عشان تطلع. كده بقى هكمل الوصفة كويس أوي. بس حلوة أوي. هعمل بقى التانية وأوريها لكم بقى. نص الحلة مية مغلية، حطيها بقى كده. بسم الله كده خلاص. نسيبها بقى على نار ايه وسط كده. خلاص نشوف كده. سيبيها بقى ساعة الا ربع. بصوا انا مش معليها النار، بصوا النار واطية خالص، عليها سنة صغننة خالص اهو بس كده. وسيبيها بقى واطية وسيبيها عشان انا مش هقدر اعصر مثلا. بقى هي استوت، خدت بالظبط ساعة، ساعتين الا ربع، مبقاش كده زي او ساعة. بصوا طالعة فاضية اهي، طالعة فاضية. طالعة فاضية يبقى استوت. نطلعها بقى نفكها عشان نحمرها. المفروض اسيبها تهدى لما افكها، بس انا مستعجلة بقى عشان ايه اعملها التصوير كمان وعشان اخلصها. بفككها كده مش شايفين كده، ده ده الكيس اهو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. شايفين كده. استنى لما تهدى طبعا ممكن مش مشكلة. هنا طبعا انا هجيب طاسة احط فيها سمنة واحطها على النار. ماشي. عندك دبس رمان، حطيت عليه معلقة صغننة عسل نحل او عسل اسود، تحطي عليه معلقتين عسل نحل او معلقة عسل نحل، او اللي هو اللي اسمه مش فاكرة كنت عملت لكم بيه مرة اكلة اللي هي الصيني ده. المعلقة هنعصره بقى كده. شايفة كده اهو. وهنحطه بقى ايه على البوتاجاز نحمره. خلاص نمسك كده طول ما نقلب ناحية ايه نسقيها. دبس رمان على معلقة عسل نحل واحدة، بتدي طعم حلو قوي ما تخافيش. خلاص طيب حطها. بصوا يا لوسي يا لوسي، لوسي اهدي شوي، اهدي شوي، اهدي يا لولو، اهدي يا حبيبة تيتا. ولع. بقى اوريها لكم. شايفينه؟ ده شكل تحفة. شايفين؟ سخنة مولعة. انا اتلسعت والله عشان انا حاولت عايزة كنت اقطع لكم بس سخنة. حاول اقطع لكم حتة. حاضر يا لوسي حاضر. حاول استنى. بصوا حبايبي انا لسه اوعي تقطعيه وهو سخن. هو سخن طبعا انا عشان الحاجة قطعت واحدة قلت لك لو هو سخن لا، لازم تسيبيه على الاقل 6-7 ساعات في التلاجة وبعدين قطعيه. بصي جميل تحفة، والطعم بتاعه بقى عجب الحاج بشكل تحفة 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 والله. انا اكلت منه برضو. بصوا قطعت الباقي وحطيته زي ما انتم شايفين. جميل جدا. يا جماعة حلو قوي ولاد وسندوتشات يفطروا بيه الصبح. حلو جدا جدا جدا. نص كيلو فراخ عمل لي 2 كيلو، واحدة
قاعدة بتاكلي تيجي التانية.